السلام عليكم متابعينا الكرام، راح نديرو تحليل خفيف على سباق نهائي 800 متر اليوم، الذي سيشارك فيه العداء جمال سجاتي بداية من الساعة 6 مساء. إذا السباق ليس سهل جدا كما هو متوقع من البعض. السباق صعب جدا في وجود عدة عدائين عندهم أرقام جيدة جدا، دقيقة 41 ثانية. كاين العداء الكيني عنده رقم أحسن من رقم سجاتي، رغم أن جمال سجاتي تفوق عليه في الدور الماسي قبل شهر جولة موناكو بفرنسا، لكن العداء الكيني صعب جدا وعنده رقم يعني خارق العادة، دقيقة 41 مثل رقم سجاتي، لكن أفضل منهم في رغم أن جمال سجاتي له ثالث أحسن تاريخ. كما راكم تشوفوا هذا هو العداء الكيني الخطير جدا، ويوجد عداء آخر هو العداء الكندي، عداء واعد وخطير، هذا هو كندي أوروب. وكاين العداء الفرنسي، عداء فرنسي يعني شوية خطورة أقل من العداء الكيني والكندي، يعني العداء الكيني والكندي وجمال سجاتي هما اللي رايحين يتحصلوا على البوديوم. لذلك إن شاء الله جمال سجاتي يتموقع ويتمركز في وضع جيد، يعني سباق اليوم سباق تكتيكي 90%، يعني سباق تكتيكي. إن شاء الله جمال يكون في وضع جيد إن شاء الله، ما يضيقوش عليه برك. إذا عرف جمال سجاتي كيف يتموقع اليوم ويستغل السرعة تاعو في آخر 100 متر، إن شاء الله تكون ميدالية الثالثة للجزائر بإذن الله. إذا خاوتي نطلب منكم الدعاء لجمال سجاتي ولد بلادكم، إن شاء الله ربي يوفقه ويتحصل على الميدالية الذهبية، لأنه تعب كثيرا منذ عدة سنوات. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.